والتنمية الذي ينتمي إليه ويقود الحكومة. تدهور شعبيته في الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أنه لا يضلل الشعب المغربي. وأضاف بن كيران خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين أن الشعب المغربي يتفهم القرارات التي يتخذها وتوصف باللا شعبية. أنا كنظن باللي الشعب المغربي تيفهم مزيان القرارات اللي كندير وتيتجاوب معاها، وواخا تيأدي الثمن ديالها بعض المرات تيقبل، لأنه عارف بأنه كندافع على مصلحته الحقيقية، ماشي كندافع على حاجة أخرى. ولا قدر الله الشعب المغربي وبغى يعاقبني في الانتخابات المقبلة وما صوتش عليا على خاطره، أنا ما كنسعاش الأصوات، خصكم تكونوا عارفينها. أنا كنمارس السياسة بالمنطق ديال القيام بالواجب. نهاية هذه الجولة الإخبارية المغربية التي نقلناها لكم من طرابلس. أذكركم بالعناوين.